السلام عليكم اصدقائي، معكم الرخي، وفي هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تصوبوا بحال هاد الاساور. طريقه سهله جدا، خصكم غير تركزوا معايا شويه، وكنوعدكم في نهايه الفيديو غتلقاو راسكم قادين تكتبوا الاسامي ديالكم وبكل سهوله. غادي نحتاجوا الخيوط قطنيه وهي اللي كيستعملوها كذلك في الكروشي، مقص، ولاعه، والى قنينه بلاستيكيه فارغه. وهاد القنينه غنقطعوا منها قطعه صغيره بحال هكا، عندها في الطول 14 سنتيمتر وفي العرض 8 ملم. هذا هو القياس اللي تنخدم به انا، واي واحد يمكن له ياخذ قياس اللي تيناسبه. اول حاجه غنديروها هي اننا غنقطعوا 6 ديال الخيوطه ويكونوا متساويين، والقياس اللي غنخدموا به هو 35 سنتيمتر. ثم بعد ذلك غادي نحطهم فوق القطعه البلاستيكيه ونحاولوا انهم يكونوا مرتبين. غادي نلفوا الخيط الثاني تقريبا شي مسافه 2 سنتيمتر باش نبداو الخدمه، وباش تسهل علينا عمليه التواصل اثناء الشرح غادي نعطيو لكم الخيط رقم خاص به. الخيط اللي في الاعلى غادي نعطيوه الرقم 1 2 3 4 5 6. اول حرف غادي نبداو به هو اي. غادي نرفعوا الخيوط كاملين للاعلى ونلويو تحت منهم مره واحده، نرد الخيوط للمكان ديالهم ونعاود ونرفعوا الخيط رقم 1 ردوه للاعلى، والخيط رقم 4 ردوه كذلك للاعلى، وغنلويو جوج لويات ونرفعوا الخيوط اللي كانوا لتحت للفوق ونلويو تحت منهم مره واحده، وغادي ننزلوا الخيوط كاملين للاسفل المكان ديالهم ونلويو فوق منهم جوج لويات. الحرف بي. الان غنرفعوا الخيوط كاملين للاعلى ونلفوا تحت منهم لفه واحده وردوهم للاسفل، ونرفعوا الخيط رقم 1 ورقم 6 ورقم 3 و4 ونلفوا الخيط جوج لفات. ثم بعد ذلك الخيوط اللي كانوا عندنا لتحت غنردوهم للفوق، والخيوط اللي كانوا عندنا للفوق غنردوهم لتحت. ضروري نحافظوا على الترتيب اللي درناه اول مره، 1 2 3 4 5 6. الترتيب غنمشيو عليه في الحروف كاملين. الان كما كنشاهدوا هبطنا اللي الفوق طلعنا هذوك اللي كانوا لتحت. الان غنلفوا الخيط لفه وحده باش نسدوا الحرف، نردوا الخيوط في الترتيب ديالهم من الاول. الان غنسدوا الحرف، كنشاهدوا الحرف كي جانا. اصدقائي كما لاحظتوا الطريقه سهله جدا، وانا تعمدت نشرح الحرف الاول والثاني بالصوت والصوره، وان كان الصوت ماشي ضروري الصوره فيها الكفايه، ولهذا الحروف المتبقيه غادي يكون الشرح فقط بالصوره.